في ناس كتير جدا بعد ما تبدأ تفهم نفسها بتقول دايما جملة واحدة بس: يا ريتني ما كنت فهمت. الجملة دي بتتقال لما الإنسان يوصل لمرحلة إن الوعي فيها بيوجعه، فبيخليه يشوف حاجات هو أصلا كان مغمض عنها، زي علاقات واختيارات، لدرجة إن هو بقى يشوف نفسه على حقيقتها. السؤال هنا مش ليه الوعي بيوجع، السؤال الحقيقي هو ليه الجهل كان مريح، وليه أول ما بنفهم نحس إن إحنا تايهين ومش عارفين نكمل ولا حتى نرجع. الحلقة دي مش علشان أخوفك من الوعي ولا أقولك اقفل على نفسك، لأ، الحلقة دي علشان نفهم إيه اللي بيحصل جوانا أول ما بنبتدي نشوف الحقيقة. إحنا اتربينا على فكرة إن الوعي دايما حاجة حلوة، وإن الفهم نور، وإن الجهل ظلام. بس الحقيقة النفسية بتقول إن الوعي ما هو إلا مرحلة انتقالية، وأي انتقال طبيعي بيوجع. الوعي ما بيكسرناش، الوعي بيهز الصورة اللي كنا عايشين جواها، الصورة اللي كانت بالنسبة لك متعود عليها ومألوفة حتى لو كانت مؤذية. فالوجع مش من الوعي نفسه، الوجع من سقوط الوهم، وهم إن العلاقة دي كانت صح، وهم إن الاختيار ده كان مناسب، وهم إن السكوت كان حكمة، وهم إن التحمل كان قوة. أول ما الوعي يدخل الحاجات دي تبتدئ تقع، وطبيعي جدا تتوجع. دلوقتي ممكن يكون في سؤال بيدور في دماغك: هو على كلامك ده معناه إن الجهل أمان؟ خلينا نكون صادقين، الجهل مش معناه إن إحنا أغبياء. الجهل بيكون أحيانا وسيلة من وسائل حماية النفس، بنلجأ ليها لما بنكون شايفين إن إحنا مش قادرين نكمل، أو مش قادرين نستحمل، مش قادرين نبرر، ومش قادرين نشوف أكتر من كده. فالعقل بيحب الاستقرار حتى لو الاستقرار ده كان مؤلم، لكن أول ما بنفهم العقل بيبدأ يتحط في مأزق: يا إما تكمل وانت واعي وده تقيل، يا إما تغير وده مخيف. علشان كده الوعي بيخلينا نحس بضغط رهيب، مش لأن الحقيقة صعبة، لأ، لكن لأن الحقيقة بتطلب اختيار، والاختيار مسؤولية. في مرحلة كده قليل اللي بيتكلموا عنها، وهي مرحلة ما بعد الوعي. المرحلة دي بنسميها في علم النفس مرحلة التيه. مرحلة التيه دي إن انت مش عارف ترجع زي زمان، ومش قادر تغير دلوقتي، بين قوسين كده اللي هو الواقع الحالي اللي انت عايشه. بتبقى حاسس انك واقف في النص بين نسختين منك، ولا واحدة فيهم مريحاك. وده بنلاحظه دايما في العلاقات بتاعتنا، وفي شغلنا، وفي صورتنا عن ذاتنا، حتى في الحدود اللي بنحطها. التيه مش فشل، التيه ما هو إلا منطقة عبور، زي اللي صحي من النوم ولسه عينه ما اتفتحتش ولا قفلها تاني، بنقولها كده ما بين الصحيان والنوم. أخطر حاجة في المرحلة دي إنك تفتكر إن فيك حاجة غلط، مع إن اللي بيحصل لك ده طبيعي جدا. هو احنا ليه بنقاوم الوعي؟ خليني أسألك بصراحة، إيه أكتر حقيقة عرفتها وحاولت تنكرها؟ يمكن إن العلاقة كانت مؤذية، إنك مش سعيد، إنك مستنزف، إنك عايش دور مش دورك. إحنا أحيانا مش موجوعين من الحقيقة، إحنا بنبقى موجوعين من مقاومة الحقيقة، لأن التصالح بيحتاج شجاعة كبيرة قوي مننا، ومش كل وقت بنكون جاهزين، وده طبيعي. بعد كل اللي قلته ده بقى خلينا أطمنك وأقولك إن الوعي مش بيكسرنا، الوعي بيكسر الصورة اللي ما كانتش حقيقية، وبعد الكسر دايما بتبقى فيه مساحة إن إحنا نقدر نبني فيها حاجة أصدق. لو حاسس إنك تعبان أو تايه أو مش عارف تكمل الطريق، اطمئن، أنت مش ضايع، أنت في النص، في المسافة بين اللي كنت عليها واللي هتبقى عليها، والمسافة دي دايما بتحتاج مننا صبر ورحمة مش جلد.